اول سيل بالنسبه لنا وهي الكوميونيكيشن سكيلز. كتير مننا بيفتكر ان اهم حاجه في الشغل بتاعنا وهو الكلام، بس الحقيقه الاهم انك امتى تعرف تتكلم وامتى تسكت. التواصل مش انك تقذف الدكتور بمعلومات زي المدفع، التواصل انك تخلي الدكتور يتكلم وانت تسمع. فحاول يا صديقي تبدا مع دكتورك بسؤال مش بمعلومه. يعني على سبيل المثال ما ينفعش تدخل لدكتورك تقول له يا دكتور انا معايا دواء بيعمل 1 2 3. الدكتور في الحاله دي مش هيكون انترست ان هو يسمع لك يا صديقي على الاطلاق. وحاول تركز على احتياج الدكتور مش على اللي انت حافظه. بمعنى اصح لو انت دخلت للدكتور تقول له يا دكتور لو في طريقه هتحسن بيشنت حضرتك اسرع بدون اي سايد افكت حضرتك تحب تعرفها، ده طبعا بيكون افضل ما تدخل للدكتور تقول له يا دكتور انا معايا ترايل او استادي بتقول كذا كذا كذا. الدكتور مش فاضي ان هو يسمع لك. وحاول تسمع اكتر ما تتكلم. اسال الدكتور واترك له مساحه انه يتكلم. اسمع كويس عشان تقدر تقدم الحل الامثل لدكتورك. التواصل يا صديقي مش انك تقول كل اللي عندك، التواصل الصح انك تخلي الدكتور يتكلم وانت تسمع. فده ببساطه جدا الكوميونيكيشن سكيلز. في الفيديو اللي جاي هنتكلم على سكيل في غايه الاهميه وهي السيلينج سكيلز. فلو عايز تعرف يعني ايه سيلينج سكيلز بمنتهى البساطه استناني الفيديو اللي جاي.